حظهم كويس؟ طبعا حظه كويس. اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف، يقع يقف، يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش. صباح الخير. بصور لكم الفلوج ده تحت عنوان اخر ترم دراسي ليا في حياتي. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين؟ يلا بينا نقوم كده وكلنا نشاط وحيويه. يا دكتور عايزين نعرف ازاي نقوم نصلي الفجر، قول لنا على بعض الاستراتيجيات ممكن نصلي الفجر ازاي. قلت لهم طيب في استراتيجيه اسمها، خدوا بالكم اللي انا هقوله، استراتيجيه كوب الماء. يعني ايه استراتيجيه كوبايه الميه؟ قبل ما تنام خد شويه ميه صغيرين واشرب شويه ميه وسيبهم، وبعدين خد نفس عميق وطلع الزفير شويه 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 شويه، بعدين غمض عينيك وشوف نفسك وانت بتقوم تصلي الفجر، وادي لنفسك على الاقل 5 اسباب. قايم ليه؟ تقرب من الله سبحانه وتعالى، حبك لله عز وجل. لو اخر لحظه عاوز اديها لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بينزل لسماء الدنيا، هل من منادي؟ الجو حلو قوي قوي النهارده، والانسان والله ما عايز ينزل. نام افتكري ان ده اخر ترم دراسي ليكي، لازم حماس، لازم حماس. في اوتفيت كده بفكر البسه من اول الشتاء، عايزه الحق البسه يعني قبل ما الشتاء ما يخلص. تعالوا اوريهولكم، اتمنى انه يطلع شكله حلو. اصلا جيبه بيضه وعليها الهاف كول الابيض ده، والبتاع ده هو شبه الكارديجان كده بس هو مش كارديجان. مش عارفه اذا كانوا هيطلعوا حلوين اصلا مع بعض ولا لا، بس هجربهم. لو طلعوا حلوين هلبسهم وانزل بيهم، ما طلعوش هنشوفوا بقى اي اوتفيت تاني كده في السريع ونلبسه ونروح. بصوا ده كده الاوتفيت. لا مش حاسه اني عايزه اروح بالمنظر ده، هروح اغيره واشوف حاجه تانية البسها وارجع له. على ده اللي نعرفه برضو احسن من اللي ما نعرفوش. يا المهم يلا بينا بقى عشان هنتاخر. الجو حلو قوي هنا، الشمس هاديه كده. للي ما يعرفش انا بحب الشمس قوي يا جماعه، بحب الدفا ده. عشان انتوا لما هتبقوا هتسيبوا مكان قريب فتبقوا مفتقدين المكان من قبل ما تمشوا، ده اللي انا حاساه بالظبط. الكليه توحشني قوي والله. احلى حاجه ان المكان فاضي، فانا بصور براحتي عشان مفيش حد. في العادي اصلا بيبقى المكان ده كله ناس، وده كله ناس، بس النهارده او عشان الساعه 8 يعني اصور لكم بقى براحتي ونفرح بالمكان قبل ما نتملى. بس انا اوريكم كليتي. هي الاسانسير اللي مركبه مليان، فهنروح للي في اخر الممر ده. عايزه اخدكم جوله في كليتي مره يا عيال والله. ان شاء الله بالسابع. ويت بقى لحد ما نازل بسرعه. تقريبا كده مفيهوش حد. محاضرتي في الدور الخامس فمضطريه استناه. انا اخري اطلع التاني، اكتر من كده لا حضرتك لازم الاسانسير. بحب قوي لما اطلع فيه لوحدي، دي حاجه حلوه قوي على فكره. كالعاده حابه اوريكم الاوتفيت، يبقى هوريهولكم في الاسانسير. بصوا اخده معايا السويت شيرت بتاع حفله التخرج، علشان اللي ما جوش حفله التخرج يمدوا لي عليه. في ناس كتير ما جاتش، في ناس بتمدوا لي كتير. يلا بينا. مكان هنا كمان فاضي. اخدكم جوله في كليتي. في ناس هنا؟ مفيش حد في الكليه دي يا جماعه. لو الدنيا هتفضل كده هكون مبسوطه قوي والله. استنى نشوف مين في دفعتنا. السلام عليكم، ممكن ادخل؟ اسكتي يا فاشله. ردتها لها. مش جايين معاهم اللي ينقص منهم؟ لا كنا عشان الفشله اللي بيجيب الاكل سبب المحاضره. وهنا بالانفعالات بعالج جوه الشخص. طب انا دلوقتي السلوكيات بتاعته الظاهره فيها مشكله، انا عالج السلوكيات الظاهره. فيطلع هنا حاجه اسمها النفس حركي بقى، او اللي انتوا بتسموه الجانب المهاري، مش كده؟ او النفس حركي، اللي هو انتوا بتسموه حضراتكم اصطلاحا الجانب المهاري، اللي هو هنسميه الجانب السلوكي بقى، اللي هي السلوكيات اللي هتظهر عند الشخص. يحدث ده المثير القبلي، صح كده؟ ده القبلي. خليه بقى يحدث المثير القبلي. القبلي. ايهما اكثر تاثيرا في حدوث السلوك واستمراريته؟ القبلي.
ازاي مش المؤثر بيحصل؟ لا انا مفكره اللي بيخلي السلوك يحصل بنتخانق في العلم. الصلاح المحاضره الثانيه هتبدا. ناكل بقى ناكل. الكيك ده اكتشفته كده من اسبوعين، هو اسمه فان داي وصناعة مصرية وبجد طعمه حلو قوي، انتاج شركة بورسعيد. فيعني جماعة جربوه، فعلا بنعمل حاجات حلوة قوي. بجد بجد لازم تجربوه. بصوا يا ولا الله توحة خاربة الدنيا. تحسوا انه حد عاملها في البيت، يعني نضيفة. فاهمين؟ استنى الله 6 جنيه بس ننزل الصراحة. في أطعم منها كتير، بس أنا أصلا دي كيكة المفضلة بالنسبة لي عموما، ريد فيلفت. ريد فيلفت. نقوم بقى ونطلع على المحاضرة عشان الدكتور عيب كده. ومهارات بحث علمي لازم تكون مشكله بحثيه. يعني ايه مشكله بحثيه؟ يعني عايز سكر على اكتبوا بكره تقولوا ولا يوم من ايامك يا نمنم يا حبيبتنا. استني ما تاخديش وقت الاستعداد لحد ما اشوف هكتب ايه مثلا. انا عايزه اجيب السويت شيرت عشان الدكاتره يمضوا عليه. ده شغال ده؟ انا اصلا هشتري سويت شيرت مخصوص عشان الحوار ده. حد بيعمل لك الكلوب دي؟ لا طبعا. الالبوم ده اسيل محتاجه اقول حاجات كتير. عبر يا اخويا، فضفض. ايه يا اسيل بتكتبي ايه؟ حبي فيا بلاش اللي بتعمليه هنا ده. ايوه اديله. هو ايه المناسبة؟ المناسبة ان احنا هنتخرج مش هنشوف وش بعض تاني. عبري. اما بقى عايزة تمضي اختي تسنيم، نفسك تحسي انك مهمة. لقد كان لقائك لقاء جميل جدا. اختي اطيب حد في الكليه. انت كنت اول حد اتعرف عليه في الكليه. ده اللي هكتبه جميله والله. وعايز تعمل الوسيله كمان بجد. وسيله انت حد في الكليه المعفنه كتير. بعد اذنك يا سنة هتشوف الوسيله. من حد بنهرب اهرب معاه. مين حبيبي اللي هيمضي لي؟ شابو انت تعرفي انك مجنونة قبل كده اصلا؟ اي حد ولا ايه؟ تجارة عربي يوم 5/3. تجارة انجليزي النهارده 5/3 تجارة عربي. تعالى امضي. ما وريتيش. تعالى امضي. جروب اماني ده بتاع ايه؟ اللي بعده. ما هم جايين اهو والله جايين. دي نزلت نمنومة، احنا طالعين فاندنج. تعالوا معايا اخواتي. شفايفي يلا ما تديش شفايف ضمير. يلا بسرعة يلا بسرعة. استني يا سي. رايحين مشوار يستقبلكم. هيا بنت. ما تدخليش عيال باردة بس. اتوصي بالله هتدخليه. مرة ما مضيتليش ولا مضيتي؟ لا ما مرضتش. امضي هناك اهو. انا عايزة واحد من ده. عايزة ايه؟ هتعملي فيها رقيقة؟ ما هم سامعين صوتك. انت هتخشي معانا ولا مش هتخشي معانا؟ معاكم ان شاء الله. ولو ما دخلتيش على معانا عهد. انا اقدر اسيبك. طب انت سبتينا ليه في الانجليزي اللي احنا مش عارفين في حاجة؟ ما محدش قال لي. طب انا هم العيال دخلتني بقى. ده قريت كاتبه اسمي هنسقط. من غيري يا كلاب. روحوا من غيري ضيعوا. بقى نعمل الاندومي بتاعنا. فتح من تحت يعني. بس هنا طلعي بقى المعلقه شوكه واللي يلا بقى نروح نتحايل عليه يحط لنا شرمات. يا رب يرضى يحط لنا ميه. بس لحد ما نخلص التحدي ده. لحد ما نشوف هنعمل ايه في موضوع الميه ده.
رايحين كورس، انا نسيت اقول لكم. عايزه ملعب؟ لا حلو كده. انا بنزل حاجه بتتعمل واحنا رايحين المعامله 3 جنيه عندنا ولا ايه؟ بخليهم 2.5. قالت ان قلت لها هي المنتج هنا بتتفتح، قالت لي لسه انا بشوف العدد. لا تربيه جماليه. اه فعلا لسه تقريبا المره اللي عطيتها فيها ساعه ما كانت جمعوا لي من المراجع وجمعوا لي من الكتب. مش انا احط بالي عشان يوريك هو يبقى باذل مجهود وعامل مثلا قدراته كده. طفل درجه ذكائه 80 مش هنبص طفل درجه ذكائه 120. لو انا طالع ان هو بيجي كما ربنا خلقنا مختلفين، فلازم تبقى عارف كويس جدا قدرات طفلك ايه. انت مش بره شغل البيت بتسيبي له التليفون طول الايه؟ طول اليوم. انت فاضيه طالما بتشتغلي هو طب هو بيصبح ليه؟ طب انت عايزه تديله مصروف قد ايه؟ يقول لك مثلا 5 جنيه كفايه. بس فضايح. 2 hours later. قول لهم يتابعوك على الانستا فيتابعوك. مريهان اول مره تطلع معايا، منوره قناتي يا مريهان. انا مش مريان دي مريم. ما رحناش بعيد، مريم ومريهان. انا مش مريم. غادة معلش. طريقنا للبيت. مالها واثقه من نفسها. مش عارفين هنروح ازاي، اول مره ننزل دمنهور اصلا. دي اللي هتتوهنا، لو اتخطفنا يبقى مريهان السبب، مريهان اللي خطفانا. اهم حاجه مريان انزل التهمه علني. ايوه روحنا البيت. يا بجد مش قادره، عايزه انام اصلا. فإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي الفلوجاية بتاعتنا، وأشوفكم في الفلوج الجاي. ما تنسوش طبعا حطوا لايك للفيديو. ايه حطيتوا لايك للفيديو؟ اتأكدتوا ان انتوا حطيتوا؟ برافو. كمان اشتركوا في القناة علشان عددنا يكون كتير وياما كده. وبس كده، اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا معايا في فلوج النهارده، واستنوا الفيديوهات الجايه. بحبكم جدا وكل سنه وانتم طيبين. بس كده يلا باي.